هنبدأ كلامنا من سنة 350 قبل الميلاد في عصر الفرعون تخس، وأول عملة مصرية في التاريخ واسمها النوب نفر، ومعناها بالفرعوني الذهب الجديد، ودي عملة كانت مصنوعة من الذهب الخالص. وقبل التاريخ ده كان البيع والشراء بنظام المقايضة، وفضلت النقود تصنع من الذهب طول العصر الفرعوني، وكل ملك بيتولى الحكم بتفضل زي ما هي بكامل قيمتها، وبيتغير صورة الحاكم فقط. ومش العصر الفرعوني بس، فضلت مستمرة في العصر الروماني والعصر البيزنطي والعصر الإسلامي، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل بالدينار المصنوع من الذهب والدرهم المصنوع من الفضة، وصولا بالدولة العثمانية. وتولى محمد علي حكم مصر سنة 1805، واستخدمنا العملة العثمانية الزر المحبوب اللي برضه مصنوعة من الذهب والفضة. وفي سنة 1834 أصدر محمد علي مرسوم خديوي لصك العملة المصرية. العملة كانت الريال المصنوع من الذهب والفضة، وفضل الريال هي العملة الرسمية لمصر لحد ما جه الخديوي عباس حلمي سنة 1898 وقرر انه يغير العملة المصرية. وطبعا الوقت ده كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني اللي دخل مصر بعد معركة التل الكبير سنة 1882. بريطانيا كانت بتجيب الذهب من افريقيا وتحديدا من غينيا اللي كانوا بينطقوها بلغتهم جنيه، فاطلقوا على العملة البريطانية جنيه نسبة لدولة الذهب الاصلي، واطلقوا على العملة المصرية نفس الاسم. وانشأنا البنك الاهلي المصري اللي دلوقتي البنك المركزي المصري. بريطانيا كانت بتاخد من مصر الذهب والفضة تبعت لها العملة الورقية عشان يكون ده أول تحول في شكل وقيمة العملة. ويجي يوم 3 إبريل 1899 ويصدر البنك الأهلي المصري أول ورقة نقدية، وكان الجنيه في الوقت ده بيساوي 7.4 جرام دهب. واللي مش متخيل قيمة الجنيه كانت عاملة ازاي، تعال اما اقولك الجنيه كان فيه ايه. الجنيه كان فيه 100 قرش، والقرش فيه 10 مليم، والمليم فيه 5 تعريفة، والتعريفة فيها 2 نكلة، والنكلة فيها 2 سحتوت. انت متخيل قيمة الجنيه كانت عاملة ازاي عشان يطلع منه كل الفروع دي؟ المهم تم ربط الجنيه المصري بالذهب، يعني بنبعت لبريطانيا 7.4 جرام ذهب وهي بتبعت لنا الجنيه الورق، لحد الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وتم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني اللي كان في الوقت ده بيساوي 90 قرش. وبعد الحرب العالمية التانية تم ربط الجنيه المصري بالدولار لأول مرة، وكان بيساوي في الوقت ده $2.30. وبعد حرب اكتوبر 73 ارتفع الجنيه المصري لأعلى قيمة له في التاريخ قدام الدولار، وكان مقابل كل جنيه مصري $2.50. وبعدها ب5 سنين بس، وتحديدا 1978، يعلى الدولار مرة تانية قدام الجنيه ويكون لكل جنيه مصري $1.42. ويجي التعويم الجزء الأول مرة سنة 1989 وينهار الجنيه المصري قدام الدولار ويكون لكل دولار أمريكي 3 جنيه و30 قرش مصري. عشان تعرف يعني إيه تعويم لازم تفهم النظام المالي اللي دول العالم ماشية بيه وعلى أي أساس بيتم تقييم العملة. وده هيخلينا نروح لمؤتمر بريتن وودز سنة 1944 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية والوضع الكارثي اللي كانت فيه دول العالم. اجتمع 44 دولة وعلى رأسهم بريطانيا وأمريكا ليضعوا النظام المالي العالمي وإعادة بناء اقتصاد الدول اللي دمرتها الحرب العالمية الثانية. للعلم الجنيه الاسترليني في الوقت ده كان أقوى عملة في العالم، وأكتر من 87% من الاحتياطي النقدي في العالم بالجنيه الاسترليني. وطبعا ده اللي مش عاجب أمريكا، لأن بريطانيا خارجة من الحرب العالمية الثانية مديونة، وهي ودول الحلفاء محتاجين إعادة بناء كامل. وبعد نقاشات أكتر من 3 أسابيع في بريتون وودز قدرت أمريكا أن تقنع جميع الدول المشاركة في المؤتمر أن يكون الاحتياطي النقدي في العالم كله من الدولار والذهب. أمريكا في الوقت ده كانت تمتلك 75% من احتياطي الذهب في العالم، وتم تحديد سعر $35 مقابل أونصة الذهب. الأونصة دي 28 جرام عيار 24. وتعهدت أمريكا بعدم طباعة أي عملة بدون غطاء من الذهب، واكتسب الدولار ثقة دولية وتم اعتماده كعملة احتياط نقدي، لأن دي العملة الوحيدة في العالم اللي ليها غطاء من الذهب. وفضل الوضع مستقر لحد ما جه الرئيس الفرنسي تشارل دي جول سنة 1970 وطلب ان يحول 191 مليون دولار لذهب. وهنا بدأت الكارثة، ورفضت الحكومة الأمريكية بتحويل أي أموال لذهب، وإن مفيش غطاء من الذهب يكفي الدولار المطبوع. في الوقت ده كانت أمريكا داخلة في حرب مع فيتنام، وعشان تقدر تغطي مصاريف الحرب كانت بتطبع الدولار من غير غطاء من الذهب. وده اللي خلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يطلع في بيان سنة 1971
والبيان ده سموه بصدمة نيكسون، وألغى الالتزام الأمريكي بتحويل أي أموال لذهب. وهنا أدركت الدول الخدعة اللي خلت أمريكا تتحكم باقتصاد العالم. وطبعا مفيش دولة هتقدر تتخلى عن الدولار بعد ما احتياطي دول العالم كله بقى دولار مش ذهب. وأعلنت أمريكا إن الدولار مش مربوط بالذهب، وهيتحدد قيمته على حسب العرض والطلب. وهنا ظهر مصطلح التعويم لأول مرة، يعني العملة تعتبر سلعة بيتحدد قيمتها على حسب العرض والطلب، أو يكون ليها احتياطي نقدي من الذهب أو تلاقي بديل بقوة الذهب. وده اللي خلى الدولار ينهار ويفقد أكتر من 40 ضعف قيمته، وكان لازم الحكومة الأمريكية تلاقي بديل للذهب بأقصى سرعة. وده اللي خلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر يعقد اتفاقية البترودولار سنة 1974 مع السعودية. والاتفاقية دي بتلزم السعودية إن أي دولة هتشتري منها البترول أو مشتقاته تكون العملة الدولار، وتقنع دول منظمة أوبك باستخدام الدولار في أي تعاملات بترولية. مش كده وبس، ده كمان هتستثمر عائدات البترول في سندات الخزانة الأمريكية، يعني السعودية هتستخرج البترول من أرضها وتبيعه بالدولار، وأمريكا اللي هتاخد الفلوس. كل ده مقابل الحماية الأمريكية للسعودية. ومن هنا بدأ الدولار في الصعود مرة تانية بعد ربطه بالبترول عشان يكون ده بديل الذهب. يعني نفهم إن أي عملة طبيعي تكون عايمة وبيتحدد سعرها على حسب العرض والطلب. وعشان أي عملة تقدر تعلى قدام الدولار لازم يكون صادراتها أكتر من وارداتها. ولما يكون في سعر ثابت لأي عملة بتكون الدولة متحكمة في السعر ده من خلال ضخ الأموال من الاحتياطي النقدي للبلد. وطبعا دي كارثة، لأن احتياطي النقدي للبلد هيقل والمستثمرين هيهربوا منها. طب ايه علاقة المستثمرين بدعم البلد للعملة؟ هقول لك مثال بسيط. مستثمر دخل مصر في 2020 ومعاه 100,000 دولار. سعر الدولار في الوقت ده كان 15 جنيه ونص. طبعا الاستثمار في مصر بالجنيه المصري، وبعد تحويل 100,000 دولار لجنيه مصري بقى معاه 1,550,000 جنيه مصري. شغلهم لمدة سنتين، وبعد ما دفع الضرايب والعمالة والإيجار قدر إنه يحقق صافي ربح 50% من أصل المبلغ، يعني 775,000 جنيه مصري. وقرر إنه يخرج من السوق المصري ويرجع بلده. كده معاه أصل المبلغ 1,550,000 جنيه مصري زائد الأرباح 775,000 جنيه، يعني المبلغ إجمالي 2,325,000 جنيه مصري. جه حولهم في الوقت ده بعد التعويم سعر الدولار 24 جنيه ونص. المبلغ بعد التحويل 94,898 دولار، يعني قدر يكسب 50% بالجنيه المصري وخسر 5% من قيمة فلوسه بالدولار. عشان كده أول ما المستثمر بيحس إن في دعم للعملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بياخد فلوسه ويخرج في أسرع وقت قبل التعويم. يا رب أكون شرحت لك الموضوع بشكل بسيط وتكون خرجت من الحلقة بمعلومة مفيدة. أنا محمد المصري من أهدى عن نصيحة.